بسم الله الرحمن الرحيم. أوجه كلامي إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السودان المحترم. دولة الرئيس، أنا من مهام عملي كحارس شخص لحضرتك فرضوا علي شروط ولازم أنفذها، وهم كانوا أصحاب مناصب وأصحاب قرار، وهذه الشروط اللي فرضوها بها خيانة لحضرتك يا دولة الرئيس، وأنا رفضت هذه الشروط. قلت لهم مستحيل أكون إنسان أعطاني الثقة وخلاني أحمي ظهره، مستحيل يصير هذا الشيء، لأن شيء كبير وغير أخلاقي ولا ينسجم مع مهنتي كحارس شخص الرئيس دولة. مباشرة يا دولة الرئيس اعتبروني عدو، وكان ردهم على كلامي بأسلوب بعيد كل البعد عن المهنية والأخلاقية. ايش عندك باقي بهذا المكان؟ النقل منه. قلت لهم انتم أصحاب القرار. وبعد كم يوم خلقوا مؤامرة ضدي وتم نقلي إلى مكان آخر ومحاربتي بشكل عدواني، ومن ثم نقلي من مكان إلى مكان آخر. هذا موضوع واحد من اللي صار وياي، وعندي مواضيع كثيرة يا دولة الرئيس أريد جنابك تطلع عليه، وأنا مسؤول عن كلامي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.